السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. الله يكرمكم ويرضى عنكم يا رب. والله إني أحبكم في الله. أنتم اللي عم تعملوه أكتر بكتير من ما أنا بستاهل، يعني عن جد عم تعطوني حقي وزيادة. الله يكرمكم ويرضى عنكم يا رب. اليوم سبحان الله من نفسي مبين، أحس حالي إنه تعبانة، يعني مقربة، يعني شو بقول مقربة، رشح زكام. إيه بقى سبحان الله. وانا اللي عاداني زوجي الله يرضى عليه، قلت له انه والله انعدى منك وهيك سبحان الله. المهم انه بحب اعمل اكل بس ما يكون صعب، يكون سهل، يعني انه ليك عم يتخانق هو وياه كرمال الاكل، بقى يكون سهل ما يكون صعب. هلا في شيء ببالي ان شاء الله، هلا حنفذه بعد شوي. بدي اروح شوف خالد لانه كان عم يقلع بطاطا، وبدي ارجع ان شاء الله اعمل له غدا. وعن جد عن جد اشتقت لكم كثير من الفيديو اللي راح لليوم. عن جد صايره انا سبحان الله بيوم اللي يعني ما بعمل فيديو بحس هيك شعور انه مثل كانه يعني انا كسلانه او شيء، يعني حب يكون دائما بلقائكم. والسبب هو انه تعليقاتكم، لما عم تيجي تعليقاتكم حلوه انا كثير عم اسعد وانبسط، بقى عم حب نزل فيديو جديد حتى ارجع الاقيكم واسمع تعليقاتكم. يبقى خلونا نروح نشوف خالد شو عم يعمل. هيدي الماده اللي مديناها امبارح للصبايا، ليكو خالد عم يشتغل سبحان الله العظيم، عم يقلع بطاطا سبحان الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام الله يبارك. شو يا روحي، كيفك؟ اول شيء كيف القريب معك؟ ان شاء الله ما انك تعبان. الحمد لله. الحمد لله دائما الحمد لله. باقي عندك هدول البطاطا الخطوط بس، هدول الخضار هدول ما شاء الله قلع كل هدول. لا زرعت اللوبيا ده ما شاء الله قلعت البطاطا زرعت اللوبيا ما شاء الله. اللوبيا واللوبيا بتطلع، يعني بتطلع انه انت برايك بتطلع يعني دغري؟ ان شاء الله. هي اللوبيا بيقولوا لها تشرينيه مستعجله، تشرينيه، يعني قبل ما نرحل من الثلج بتطلع، يعني قبل ما يجي الثلج بتطلع ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. مستعجله، اسمها مستعجله لانها بتطلع دغري يعني. صح ان شاء الله رب العالمين. ورجيني كيف بدك تطلع البطاطا. انا ما فيني اقرب لتحت لعندك. انت لا ما مبين علي. تعال من هون. ما لي حيل والله، ما لي حيل. انزلي حبيبي انزلي يا حتى ماني عارفه كيف بدي اعمل لك. انزلي من عند المدرج. مبينين هلا من هون بس ما مبينين على الكاميرا. الله يبارك ورا الجوزي. والله والله تعبانه، يعني الا بدك تجيبني وانا ما لي حيل، والله ما لي حيل سبحان الله. قلت لك بدك تعديني ما رديت علي. ما شاء الله. ايه بينوا اللهم صل وسلم. هيدا الجم الاخضر يعني تحته كله بطاطا. ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله. ايه شفتم سبحان الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. نعم من انعم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضل الله. ما شاء الله حبيت. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحمد لله. اللهم أدمها إن شاء الله. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. على فكرة لك اليوم ضبابي اليوم على الأرض، يعني سبحان الله. لو حظ البنات امبارح كان ضبابي كان انبسطوا أكثر بعتقد اليوم، لأنه سبحان الله من هون امبارح كانت الشمس قوية. لا ما بين علي البطاطا وين؟ إيه هلا بين شوي. إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الله يعطيك ألف عافية. يا سبحان الله. هي بطاطا عنا قديمة، هذه قلبها أبيض مثل الثلج. مزبوط، الحمراء قلبها أبيض مثل الثلج. بسم الله. امبارح سبحان الله بقي كثير دجاج من ورا الصبايا اللي اجوا لعندي الله يهديهم. قلت شو بدي اعمل فيهم، وانا وزوجي انه ما حناكلهم كلهم، قام حطيتهم بالفريزر. سبحان الله هلا جيت اعمل غدا تذكرت انا سبحان الله ما بحب ارمي شيء، اذا ما له لزوم اكيد ما بحب خليه، بس اذا كان منيح ما بحب ارمي شيء. بقى سبحان الله وبقي بطاطا، هني عاملين بطاطا يمكن اكثر من 5 كيلو. بقى سبحان الله وبقي بطاطا. بقى قلت شو حاعمل، حجيب هيدا الدجاج والبطاطا بقى شوفوا شو حاعمل فيهم ان شاء الله رب العالمين. أول شيء بننزل بمعلقتين سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين سمنة. بحتاج لراسين ثوم وعصرة حامضة. هلا الحموضة حسب كل حدا قد بيحب. المهم أول شيء بدي أعصر هي الحامضة ودق الثوم. بعدين
ننزل الثوم عليهم، نقلبهم منيح حتى يعطوا ريحة. نقلبهم منيح حتى يعطوا ريحتهم للسمنة. ننزل مكعب مرق، ننزل ليفة حرة مطحونة بودرة، وهي حركة اختيارية بس طيب كتير مع البطاطا لما نعطيها هي لقعة الحر. بعدين بننزل بعصير الهندلة، نقلبهم منيح مع الثوم حتى ياخدوا طعم بعض. وهلا بننزل بالبطاطا والدجاج، اكيد مطبوخين ما بدنا نطبخهم بس بدنا نعطيهم هاي النكهة. هلا بنغطيهم وبنخفض النار تحتهم حتى ياخدوا نكهة الحر والحامض والبهارات. وهلا بعد مرور تقريبا ربع ساعة نقلبهم. ريحة بتعقد ما شاء الله. حتى البطاطا شوفوا طعمت من ريحة الخلطة اللي عملناها والدجاج كمان. هلا اللهم صل على النبي. وهيدا الشكل النهائي لطبختنا شو بيسموه هيدا إعادة تدوير. إعادة تأهيل. إعادة تدوير وتأهيل. تدوير هو تبديل الأمر خام، بس لا هذه إعادة تأهيل يعني أهلتيهم تاني. المهم إنه سبحان الله هيدا صنفنا اليوم. ريحته كيف يا خالد؟ اللهم صل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفوا مثلا يلا دوق يلا دوق. أنا من جوعان بس بتوفي والله جاي من الشغل من قلع البطاطا جاي. ما شاء الله ما شاء الله ما تبارك شاء الله الرحمن. ما شاء الله. خيرات هلا بتم كل مسلم. آمين. كل المسلمين شبعانين والجوعانين. يلا ورجيني تشوف كيف أكلتها. كيف؟ والله نكهة مو اللي بالحامض، عاطين نكهة كتير طيبة. إذا بدنا ناكلهم هيك بدنا 5 فراريج بقى جيبي لنا خبز. كيف النكهة مع الحامض والحر؟ ما شاء الله تبارك الله. قلبي شوفي ما شاء الله تبارك الرحمن. شو طيبين. على كل حال إذا عجبكم تقبلوا على اللقمة أول شي. إذا عجبكم صنفنا اليوم ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة الجرس. مع تحياتي سنيور عويد. خالد عويد كمان ليش؟ معك حق وخالد عويد. يلا السلام عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.